الاستاذ احمد سالم طلع امبارح وقعد يقول الحكم اللي هيحكم لنا الماتش الاهلي والزمالك ده احنا رافضينه وعامل مشاكل. هو حضرتك، هل الحكم ده ضرب في شيء قبل كده؟ لا. طب هل ضر الاهلي؟ طب هل الاهلي اتكلم؟ الاهلي عمل تصريح وخلاص الموضوع انتهى. ليه بقى جو المظلوميه والظلم والفساد والكاف والاتحاد الكوره والاهلي قاره افريقيا كلها بتخدمه؟ ايه لازمتها يعني؟ انا اقول لك ايه لازمتها. احنا او انا حافظكم، انتوا بتعملوا ضغط المظلوميه، الظلم. احنا مظلومين، احنا ملناش حد، احنا ملناش ظهر، احنا مش معانا فلوس، احنا فقراء، احنا مش عارف ايه. ليه؟ عشان حاجتين. الحاجه الاولانيه، لو الاهلي لو الزمالك فاز، شفت الفريق الزملكاوي فاز على الفساد، الفريق الزملكاوي عمل الانتصار المنتظر على الفساد والظلم ومش عارف ايه. طب الزمالك لو خسر، وده بيكون احتمال 90% دايما من مخططاتكم، هنعمل ايه؟ مفيش حد موقف جنبنا واحنا في وسط ظلم وفي وسط فساد، فلازم نخسر. تون ونغمة ما بتخلصوش منها، وعينكم دايما على الاهلي، وعمركم هتنجحوا. سلام.